مساء الخيرات على عيونكم اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ بصوا الجمال، بصوا الحلويات، حاجه سهله وسريعه وكوبايه دقيق واحده تطلعي بقى الجمال ده، تقولوش حته جاتو كده يا اخواتي. حاجه بصوا بسم الله ما شاء الله. صلي على الحبيب علشان خاطر قلبك يطيب، وتعالي شوفي عملنا الجمال ده ازاي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله، بصوا مساءكم حلو، مساءكم معطر بذكر الله. اول حاجه كده معانا الخلاط بتاعنا، معانا علبه من الكريم كراميل. بصوا كلها حاجات بسيطة جدا. هناخد من الكريم كراميل البودر بتاعه، لكن هنسيب الكيس اللي هو بتاعه او العسل بتاعه ده هنسيبه على جنب كده لاخر الفيديو بتاعنا. تمام. بصوا بقى معانا ايه، كوباية من السكر كده في الخلاط، هتحطي عليها كوباية من اللبن. خلي بصي معيار الكوباية كل واحد. تمام. وادي كوباية من اللبن، وهنحط كمان كوباية من الزيت. وانا اشتغلت خلي بالكم والله لاول مرة بزيت التومين، لقيته حلو فقررت ان انا اشتغل بيه. خلاص. وهننزل عليه كيس الكريم كراميل، ونروح نضرب كل ده في الخلاط كويس جدا. ضربنا بقى هنا كده الخليط بتاعنا كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. هناخد منه كوباية ونركنها على جنب، نروح نحطها في التلاجة علشان خاطر تجمد معانا شوية، ونشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. هنا بقى كده على بقية الخليط بتاعك هتنزلي بعدد 2 بيضة بدرجة حرارة مطبخك، وهتنزلي بكيسين من الفانيليا. حلو قوي كده. صلي على الحبيب علشان خاطر قلبك يطيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى كده مج واحد بس من الدقيق هتنزليه في الخلاط بتاعك مع كيس من البيكنج باودر، وتضربي كل ده كويس جدا. هنا بقى كده صينيه دهناها نقطه زيت. طب لو انا بضرب الخليط وحسيت ان هو تقيل معايا في الخلاط اعمل ايه؟ احط له 3 معالق من اللبن. هفضي كل الخليط ده في قلب الصينيه. هنا بقى النقطه المهمه، انك تطلعي الهواء من الصينيه كده وتحطيها على الشبكه على نار متوسطه مش عاليه، وتسيبيها تاخد وتدي بشكل ودي، هتطلع معاكي مظبوطه ومية مية. ويلا بينا بقى. هنا كده ادي الصينيه بتاعتنا بقى قلبناها زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك. بصوا حاجه تحفه، حاجه طريه هشه جدا جدا. هاتي بقى الكوبايه اللي احنا كنا شايلينها في التلاجة من الصوص اللي احنا عملناه بتاع الكراميل، وانزلي بيها على الوش بتاعك كده، وابتدي ان انتي افردي ووزعي كله على الوش. واهم حاجة انك تسيبيها لما تبرد خالص، ما تشتغليش بالكيك وهو سخن، اشتغلي بيه وهو بارد تماما. وهنا بقى الصوص بتاع الكراميل ده كده وزعيه. انا بوزعه بصراحة بطريقة عشوائية، انا ماليش في تزويق الكلام دوت، يعني ماليش في التزويق قوي. بصوا فهوزعه كده بطريقة عشوائية، وبالمعلقة كده هبتدي ان انا اعمل له اي شكل كده، اي حاجة يعني بمعنى الاصح. وهنا بقى كده كنت جبت معلقة، بصوا فضلت رايحة جاية بيها كده، يمكن باين شكل المعلقة ان هو رايح جاي رايح جاي، فاعطاني الشكل الحلو دوت. تعالي بقى نقطعها. ليكي حرية طبعا الاختيار في التقطيع، بس انا هقطعها زي حتت الجاتو كده. بجد بجد حلوة جدا، وطريقتها سهلة وكمان مش مكلفة قوي. وهنا بقى بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، حاجة والله طرية جدا حلوة جدا، شبه الكيك النايتي كده بتاع زمان. يا رب الطريقة والفكرة تكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. بحبكم في الله. شكرا ليكم على تعليقاتكم الحلوة، شكرا ليكم على تشجيعكم ليا، واقول لكم السلام عليكم.